هي السنة كان في مشاركة جيدة، مهرجان العسل السوري السادس. في عنا أكثر من 60 مشترك بين مربين نحل وتجار العسل السوري وتجار لمنتجات خلية النحل متواجدين معنا بالمهرجان. الحمد لله كان في يعني تنوع، كان في يعني إقبال من المشاركين للمهرجان. وهذا المهرجان من اتحاد نحاين العرب مجاني، دعم لقطاع تربية النحل، بدعم من منظمة إكساد، ودعم من وزارة الزراعة لتنفيذ هذا المهرجان كدعم لقطاع تربية النحل. السيد الوزير كان كثير يعني باله انه يعني جاي بخصوص انه بغض النظر عن المشاركه بالمهرجان، حابب انه يسمع اراء، يسمع مشاكل مربين النحل. يعني كل ما يوقف عند احد مربين النحل يقول له انه شو الصعوبات اللي عم تواجهكم، شو المشاكل اللي عم تواجهكم. تواجد مربين النحل يعني من خلال هالمهرجانات بيجتمع مربي النحل مع اصحاب القرار، مع الباحثين في برنامج علمي مهم عندنا بالمهرجان، في تجار. يعني خلال هالاجتماعات، خلال هالتنوع هذا اللي عم بيصير، هذا الشيء عم بيعمل يعني فائده او قيمه لمربين النحل. هلا يعني بالوقت الحالي مثلا انطرح عده امور على السيد الوزير. موضوع المبيدات الحشريه، وعد السيد الوزير انه يعالجها. موضوع مثلا دعم لمربين النحل بامور معينه. يعني هذا الشيء كلياته ان شاء الله يعني شوي شوي بتختلف الامور. حاليا كل مربي نحل بده يعني يحاول انه يكون العسل اللي عنده لحتى يقدر يطلع فيه للاسواق الخارجيه يكون ذو مواصفات يعني قابله للتصدير، يعني مواصفات قياسيه تسمح له بالوصول للاسواق الخارجيه.